جامعتنا الوليدة، والتي جاء قرار إنشاؤها تحقيقا لحلم الآباء والأجداد ممن عرفوا جيدا حقيقة ومعنى وجود صرح تعليمي مستقل يضع عقولنا وخبراتنا وكل جهدنا ورصيدنا الأدبي والأخلاقي تحت إمرة بلدنا الغالي بورسعيد. نمد يدنا بالخير للمساهمة في دفع المشروعات الكبرى على أرض المحافظة، بدءا من مشروعات التنمية بميناء شرق التفريعة وأراضي شرق بورسعيد. جاي النهارده عشان أتكلم في موضوعين أو 3 موضوعات، ثم أسمع الآراء وأسمع المطالب وأسمع المقترحات حضرتك. البلد مرت بظروف صعبة خلال 4 سنين فاتوا، لكنها الحمد لله بفضل أبنائها تمسكت واستقرت وعلى طريق القوي خلال الفترة اللي احنا فيها. يمكن موقف داخلي لمصر خلال الفترة الجاية والأحداث اللي بتمر بها مصر خلال الفترة اللي احنا فيها والجاية، وزي ما السيد رئيس الجمهورية قال إنه لسه هنشوف شوية حتى تستقر الأمور، لكن نحن أحسن كثيرا من غيرنا، ونحن تمسكنا سريعا، ونحن أصبحنا دولة ذات قوام وعادت إلى وضعها الطبيعي الحمد لله بفضل أبنائها وبفضل غيرها. مصر في هذه الأيام تواجه تحديات، لكن الخوف ليس على مصر بل على المصريين. مصر هي أرض الكنانة، مصر من أسمائها المحروسة، فهي محروسة بحراسة الله لها. السيد الدكتور فضيلة الشيخ حسني حبيب، فإننا نريد الحوار البناء، حوار البناء من أجل مجتمعنا. أقول لأولادي وأخواتي الأعزاء شباب هذا الوطن الغالي، أقول لهم أنتم مستقبل هذا الوطن، أنتم أمل هذا الوطن. سيادتك في أول حوار بين اللواء محافظ بورسعيد وطلاب جامعة بورسعيد. احنا قلنا دلوقتي جوه ان الطلاب دول بيرجعوا لك يعني طعم الحياه تاني. حاجه جميله انك تستمع لاولاد الطلاب بمشاكلهم بارائهم بطموحاتهم بافكارهم، ده شيء جميل. هل طلاب جامعة بورسعيد اضافوا لسيادتك مقترحات جديده في ان لم يضيفوا؟ ما كنتش وقفت 3 ساعات اسمع لواحد واتناقش مع الساده الدكاتره ومعاهم ونناقش فيه. يبقى اذا المفروض ان الوقفه 3 ساعات او 3 ساعات شويه دول اضافوا كثير جدا، ولا ما كناش نقف. اكيد الاجابه بتقول ان هم اضافوا.